مساء الخير. استكمالا لسلسلة أساسيات الطبخ واللي فيها هديك معلومات بسيطة في شكل فيديوهات قصيرة عن أساسيات الطبخ هتنفعك سواء أنت كنت بتطبخ في البيت أو أنت لسه شيف مبتدئ. النهاردة هكلمكم عن الطاسات الستينلس ستيل، طريقة استخدامها، وليه الشيفات المحترفة دايما بتفضلها عن أي نوع تاني من الطاسات. أولا، من أهم استخدامات الطاسات الستينلس ستيل هو السيرنج او التحمير، ولكن عشان تستخدم طاسه ستينلس ستيل من غير ما الحاجه اللي هتسويها تلزق فيها، فده هيخليك لازم تظبط درجه الحراره. وعشان تظبط درجه الحراره لازم تعمل حاجه اسمها الووتر تيست او اختبار الميه، وده عن طريق انك بتحط الطاسه على نار اعلى من المتوسط وبتراقب التحول في رد فعل الميه. وهنستخدم النهارده في الاختبار بتاعنا صدور الفراخ عشان نشوف ازاي هنظبط درجه الحراره. بس انت بعد كده بتطبق ده على اي حاجه سواء لحمه او سمك او فراخ او اي حاجه. يعني مثلا احنا هنا لسه مولعين على الطاسه ولسه في المرحله الاولى خالص. بص شوف لما بنحط الميه بتبقى عامله ازاي، يا دوبك الميه مفيش اي حاجه خالص، مفيش اي رد فعل. طبعا لو حطينا الفراخ دلوقتي هتلزق. وادي تاني مرحله، استنينا شويه وبعدين حطينا الميه، هتحسها بتغلي كده وبتتبخر بالراحه. وبرده في المرحله دي لو حطيت الفراخ هتلزق. ثالث مرحله، اول ما بتحط الميه بتحس ان هي اتكسرت لكور كتير صغيره، هنا قربت توصل للمرحله النهائيه، بس برضو هنا لو حطيت الفراخ برضو هتلزق. رابع مرحله بقى ودي درجه الحراره اللي احنا عايزينها، اول ما بتحط الميه بتلاقيها اتحركت ككتله واحده كده بشكل اكنها كوره من الزئبق. اول ما توصل للمرحله دي بتمسح الميه بفوطه وبتبتدي تحط الزيت بتاعك. وفي دليل تاني ان درجه الحراره مظبوطه، ان لما بتميل الطاسه كده بتلاقي الزيت نازل اكنه في خطوط بالمنظر ده. دي درجه الحراره المظبوطه عشان الفراخ ما تلزقش معاك وتاخد اللون المطلوب. وعشان اثبت لك هوريك قطعتين فراخ، واحده هنحطها في درجه الحراره المظبوطه اللي هي رقم 4، وواحده تانيه هنحطها في المرحله اللي قبل ما توصل لدرجه الحراره المظبوطه عشان نشوف الفرق. بص معانا في الشمال في اللي احنا حطينا الفراخ بدري قبل ما نوصل لدرجه الحراره اللي احنا عايزينها، هتلاقي الفراخ لزقت بالشكل ده وما بتطلعش معاك خالص بسهوله. لكن بص بقى على اليمين اللي احنا حطيناها في درجه حراره مظبوطه، هتلاقيها طلع معاك بكل سهوله وما بتلزقش خالص. تاني حاجه تتاكد منها ان درجه الحراره اللي انت حطيت فيها الفراخ مظبوطه هي صوت السيزلينج او صوت التحمير. بص معانا هنا في اللي درجه حرارتها مظبوطه هتلاقي الصوت بتنزل بتعمل صوت لا هو عالي قوي ولا هو واطي، ده تتاكد منه ان انت حطيتها بدرجه حراره مظبوطه. بص بقى في اللي حطيناها قبل ما درجه الحراره تبقى مظبوطه هتلاقيها عامله صوت ضعيف قوي، ده اكبر دليل ان هي هتلزق ومش هتديك الكراست اللي انت عايزه. طيب بعد كل ده بقى اكيد هتقول لي طب يا عم ايه لازمه كل الصداع ده؟ طب ما انا اعملها في طاسه نون ستيك اللي هي التيفال ده وخلاص ورايح دماغي. هرد على السؤال ده، بس قبل ما ارد عليك تعالى اقول لك ايه فايده ان احنا نعمل سيرنج للحاجه او نحمرها اصلا، خصوصا بقى لو الحاجه اللي هحمرها دي كبيره. فكده كده بعد ما هحمرها هكمل تسويتها بطريقه تانية سواء في الفرن او عن طريق ان انا هسلقها. يبقى ايه لازمه التحمير؟ احنا بنسمع من شيفات كتير جدا المفروض ان هم كبار ان بيقول لك ان اهم حاجه التحمير، او زي ما بيقولوا انك تدي اللحمه صدمه، هي انك تقفل المسام بتاعتها. فبالتالي لما تقفل المسام بتحبس العصاره جواها، بالتالي بتفضل من جوه محتفظه بالعصاره بتاعتها وتبقى جوسي. وده للاسف غلط خالص. عشان تتاكد بص دي متحمره، ولو ركزت هتلاقي برضو بتخرج منها العصاره عادي، لان مفيش حاجه اسمها ان انا هحبس العصاره جوه. طيب بقى يبقى احنا بنحمر ليه؟ احنا بنحمر عشان سببين. اول سبب ان احنا بنعزز وبنكثف طعم الحاجه اللي احنا بنسويها وبنديها ابعاد في الطعم اكتر عن طريق ان احنا بنكرمل البروتينات والسكر الطبيعي اللي بيبقى على سطح الحاجه اللي احنا بنسويها. وتاني حاجه بقى والمهمه قوي ان احنا بيطلع لنا السوكس. السوكس دي كلمه جايه من الكلمه الفرنساوي سكر اللي هو السكر. لو عايزين نلاقي لها كلمه بالعربي نقدر نقول ايه؟ البهاريز او الحتت الصغيره اللي بتفضل لازقه في الطاسه وبتبقى متكرمله. دي بقى اللي بيبقى فيها كل الطعم. وعشان كده دايما الشيفات المحترفين بيحبوا يستخدموا الطاسات الستانلس ستيل عشان هي اكتر طاسات بتطلع سوكس، وبالتالي بيستخدموا السوكس دي كبيز يعملوا منه صوص حلو جدا وسريع يبقى فيه كل خلاصه البروتين والكرمله اللي حصلت اثناء الطبخ. عن طريق بقى ان هو بياخد السوكس دي ويعمل لها دي جليز او بالعربي بيحللها بايا كان السائل اللي هيستخدمه سواء مرقه او غيره، ويبتدي بالراحه كده يكحت كل السوكس دي اثناء ما بيعمل ديجليزنج عشان يطلعها كلها ويستفيد بكل الطعم اللي فيها. طبعا ده ما يقدرش يحققه بالطاسه التيفال، لان الطاسه التيفال ما بتطلعش سوكس خالص او بتطلع قليل جدا. تاني حاجه الطاسه التيفال ما تقدرش تقعد تكحت فيها بحاجه عشان تطلع السوكس، معروفه طبعا لو انت كحت في الطاسه التيفال هتطلع بره البيت. وبكده بقى خلصنا كل حاجه تتعلق بالطاسه الستينلس ستيل. استنوني بقى في حلقه جديده من سلسله اساسيات الطبخ، واكتبوا لي في الكومنتس عايزين ايه تاني نتكلم فيه. يلا باي باي.